نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين. لما تصحي تلاقي البيت نضيف والمطبخ فاضي والدنيا رايقة، وكمان عارفة هتعملي أكل إيه، فتروحي بقى عاملة إيه تفطري. والله لما تلاقي نفسك كده مفيش أي حاجة عاملة دوشة في دماغك، يعني مش بتفكري في أكل، مش بتفكري في يوم هيمشي ازاي، في ولاد في الامتحانات، عارفين انتوا اليوم البريك ده اهو، بعد بقى يوم قبلها كان تعب ويوم طويل ويوم صعب. فأنا كنت قايمة عاملة كده فاصلة دماغي. اللي عنده امتحان نزل واللي عنده شغل نزل، ففاضل انا وخالد في البيت. حلو كده، خالد نايم. قلت طيب انا مش هصحي خالد، هسيبه يصحى براحته عشان يقدر يذاكر ويكمل اليوم، وانا افطر وادلع نفسي. وطالما انا خدت قرار اني اعاقب ولادي ومش هعمل لهم اكل مصري تاني لفترة معينة علشان لما اعمل حاجة ياكلوها اكل جديد. احنا مش بنقول ان الاكل اللي مش مصري وحش، لا، انا عايزه اعودهم ان لو في صنف جديد اتحط قدامكم حبوه وكلوه، طب لو ما حبيناهوش جربوه. فاهمين قصدي؟ هحكي لكم القصه بس بعد ما نشوف ايه موضوع الكاتل بتاع القهوه مش راضي ينور. فقلت خلاص هشغل السبرتايه واعمل كوبايه القهوه بتاعتي. حطيت كده ميكس من الجبن وتوستايه وولعت السبرتايه، وجيت اخد لقيت السبرتايه اشتغلت، صوت البن بدا والميه كده القهوه يعني بدات تعمل صوت، فبدات تشتغل. قلت خلاص طفينا السبرتايه تاني وشلناها، وهنعمل كوبايه القهوه بتاعتنا ونروح نفطر. انا بشرب القهوه الاول وبعدين بفطر، فاهمني؟ بس قلت ايه وانا قاعده شويه كده على الموبايل بتاعي اكون مجهزه صينيتي مع بعض كده وما اقومش تاني، يعني خلاص الدنيا زي ما انتم شايفين الدنيا فاضيه ونظيفه وهاديه، والدنيا هص هص، حتى انا مش عايزه افتح البلكونات عشان ما اسمعش اي دوشه. اه والله اعملي لنفسك وقت كده، حتى لو الوقت ده ساعه الصبح او ساعه بعد الظهر. المهم، انا اول ما الصيف بيطلع واشوف الشمس واشوف الشقه منوره بحس بطاقه ايجابيه. ربنا يديكوا كل الطاقه الايجابيه اللي في الدنيا وكل السعاده والهنا. بعت بقى جبت فرختين، وزي ما قلت لكم بعمل يعني، انا شايفه ان انا بعاقب ولادي باكل مش مصري. ليه؟ علشان هم اي صنف جديد يجربوه يدوقوه. طيب لو الاكل ده او الصنف الجديد ده اتحط قدامهم في مطعم بره هيعشقوه. فانا عايزه اعودهم على كل حاجه في البيت. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده. وهنقطع فرخه ونسيب فرخه سليمه، يعني انا جايبه فرختين لهدف ما، يعني عايزه اقول لك ممكن تعمليه بطريقتين. تمام. وكمان علشان يعني برضو بالهنا والشفا لو فات حاجه يبقى ليهم بكره، لان انا بكره رايحه مشوار مع اصحابي ان شاء الله يعني. هغسل بقى الفراخ بتاعتي بقطعتها، واللي مش عايزه تقطع مش هقطعها، وبجيب كيس ملح باخد ربعه كده على الفراخ انضف بيه اي زفاره واي حاجات عايزه تتشال. وبعد كده بغسل الفراخ يا جماعه لو اتغسلت كتير يعني اكتر من مرتين مثلا بتتزفر. ايه يا سمر القرف بتاعك ده؟ انت داخله تقولي لنا ان احنا ما نغسلش الفراخ كتير؟ والله العظيم كتر الغسيل في الفراخ بتزفرها. الفراخ محلول نقع محترم، شيلي الزفاره منها من اول غسله. يعني انا اول مره اهي امسكها تحت الحنفيه اشيل كل قطع الزفاره اللي فيها والمزلقه والكلام ده كله. بعد كده اروح منضفاها ومديها شطفه محترمه، انقعها بقى بحبه ملح وليمون محترمين. يعني هنا تقدري تقولي كتري وبلاش تستخسري. شكرا يا خالد وجزاك الله خيرا. حطيت سكر؟ مش هقدر ادوقه سخن. تعالى بس، تعالى 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 اخد بوسه بس يا جماعه وبعدين نتكلم عن الموضوع. شكرا يا حبيبي، ربنا يحفظك. بصوا بقى، جبت قطعت البصل او قطعت الخضار دي عشان انا عايزه بصل. فبصراحه نتيجتها في تقطيع البصل جباره. هي فيها مبشرتين، واحده ناعمه وواحده خشنه، والمبشرتين بيتقلبوا مبشره وقطعه الاتنين، يعني ترانشات وبشر على وشين يعني. فالمهم شغلتها على وش الجوليان بتاع البصل الرفيع خالص، ارفع حاجه. وهقطع الاربع بصلات زي ما انتم شايفين. انا كل ده بجري حوالين نفسي قبل ما النور يقطع، لان انا قعدت شويه فطرت وقعدت على التليفون شويه سرحت، لان لسه بدري قوي على الغدا، والاكل بتاعنا عايز يبقى سخن، يعني عايز ينزل من على النار تفضي على طبق التقديم على طول. فلسه بدري قوي. بشرت البصل وجبت توابلي وقلت ان انا اعمل ايه بقى، اعمل النقعه بتاعه الفراخ بتاعتي في التتبيله. وبعد كده ابقى اما النور يجي الساعه 5 اقوم اعمل الاكل. يا نهارك ابيض، ما انا البيت نضيف ما وريش حاجه. هيكون بقى جوزي وولادي جم من تحت يفطروا ويعيشوا حياتهم، والساعه 5 بقوم اعمل لهم الغدا. ممكن تحسوا ان يعني اليوم هو الصيف جميل كده، نهاره طويل وحلو.
بصوا بقى، حطيت كوبايه زبادي، خلينا مركزين بقى في الاكل بتاعنا، خلاص نرغي. معلقه، نص معلقه من الحبهان المطحون، معلقتين من بهارات الفراخ اللي فيها كاري، ومعلقه من كل دي معلقه صغيره، ومعلقه من البابريكا المدخنه، نص او ربع معلقه من الكركم. يبقى تاني: حبهان مطحون ربع معلقه، كركم ربع معلقه، بهارات الفراخ او كاري معلقتين. تمام، انا عندي بهارات فراخ، وكمان حطيت بابريكا مدخنه. على كوبايه الزبادي حطيت نقطتين خل مش كتير، ومعلقتين زيت، وهمسك بقى كل الكلام ده كده في بعضه. ورب بقى، رب بقى، عايزه تحطي حته توم حطي، بس كده كده لازم تحطي. فخديها من قصرها وحطيها. عندك جنزبيل فريش حطي، يعني عندي جنزبيل بودر ما حطيتش، انا كنت محتاجاه فريش. بعد كده بقى ادي ربع معلقه توم او نص معلقه توم او فص توم قطعيه ترانشات، وروحي مدوبه كل الكلام ده كويس زي ما انتم شايفين قدامكم. شايفين الخلطه ناعمه وقويه وكلها حنيه ازاي. رحت بقى شطفت الفراخ كويس من محلول النقع والملح، وانا بشطفها بدعكها كده بالملح والليمون، وحطيتها في مصفى. وبعد كده جبتها هتبل الفرخه السليمه والمقطعه. الفرخه مقطعه على كام قطعه؟ 1 2 3 4 5 6 7، 7 قطع. مقطعه الفرخه بتاعتي على 7 قطع، ممكن تخليها على 4 عادي، بس انا قطعتها على قطع صغيره عشان تكون سهله في الاكل يعني. هتبل بقى الفراخ دي وهسيبها في النقعه بتاعتها دي ساعتين. بصي ما تقوليش كتير، هو النور قاطع واحنا قاعدين. الناس اللي بتسالني النور بيقطع عندكم ليه؟ بنوفر. اه والله الدوله بتوفر. هنا بقى لما النور جه يعني خلاص فطرتهم وقعدنا، كل حاجه معايا تمام وزي الفل. انا هنا مش هستخدم كل الحلل دي، ما تخافوش، لا انا بطلع الحله اللي انا عايزاها، فكانت ورا قوي، فطلعت الحله الكبيره، اكبر حله في الطقم واصغر حله في الطقم. ممكن احتاج حله تاني، لا ده اكيد هحتاج حله تاني، بس انا كنت ناسيه اطلعها. المشكله المهم قصدي خلينا دلوقتي مركزين. هنجيب الحله الكبيره اللي انتوا شايفينها دي، هحط فيها نص كوبايه من الزيت. والحله الصغيره دي كنت مطلعاها اعمل فيها شوربه لسان عصفور وهلغيها، حسيت ان هي ملهاش اي مجال، وبصراحه لو باتت مش بتتشرب. الاكله بتاعتي النهارده مش عايزه اي حاجه جنبها، الحله دي هتفضيها على صينيه وتاكليها. انزلي بقى بالبصل. من الاكلات الحلوه الجميله البرياني، احنا بنعمل برياني على فكره، عشان ما حدش يقول انت ما قلتيش هتعملي ايه. قولوا لي بقى، البرياني ده اصله هندي ولا سوري ولا دمشقي ولا ايه بالظبط؟ يعني كل واحد يقول لي كده، عشان انا في اكلات بقول عليها من دوله بتطلع دوله تانية تنسبها لنفسها خالص. فقولوا لي البرياني او عموما فراخ بقى لحمه، آه يعني هو ايه؟ المهم بقى شغلت الاير فراير. الاير فراير دي جديده، مش هقول لكم عليها ولا جايباها منين ولا اي حاجه غير لما اجربها. سمر، ما انت عندك اير فراير؟ اه عندي. يعني بصوا، كان عندي واحده كبيره وواحده صغيره. الصغيره اللي عندي انا هديت بيها حد غالي عليا، فرحت جايبه واحده كمان. خلاص كده. انا هنا حطيت الفرخه تتشوي، ظبطتها على درجه حراره 180 45 درجه. انا هنزل ال 190 دي على 180 دلوقتي. بصوا حطيت عليها بقى زعتر وروزماري كده فريش عشان ناخد النكهه بتاعتهم. دي معموله بتوابل وتتبيله برياني، يعني هشوي فرخه بتتبيله البرياني. عارفين بقى الفراخ اللي احنا هنا كمصريين عارفين الفرخه المشويه اللي بنجيبها من المحلات السوري؟ نفس الطعم، بهاراتها جباره. المهم شغلت، غسلت بقى مكونات المبشره بتاعتي او قطعت الخضار بتاعتي، وانا عايزه يعني حوالي 3 4 حبات طماطم مبشورين. قلت بالمره ابشر بيها في الطماطم بدل ما انزل الخلاط واعمل لي حوار يعني. طبعا ما نزلتش زي ما انتم شايفين، لان المبشره التانية ناعمه قوي ضيقه قوي. فرحت جايبه الخشنه ورحت بشره فيها النص كيلو طماطم، ال4 حبات كبار يعني، هم دول كتير، بس حبات صغيره اللي هي الطماطم الصغيره قوي. المهم اللي هي الميزه كمان اللي قابلتني هنا دلوقتي وانا ببشر الطماطم، فصلت لي القشر، نزلت لي الطماطم وفصلت لي القشر. البصل بقى بتاعي برياني يعني بصل محمر او محمص، حوالي يعني 4 بصلات كبار كده، قطعتهم ترانشات او جوليان، وحمرتهم في الزيت لحد ما بقى لونهم جولد زي بصل الكشري عندنا هنا في مصر. جبت طبق بقى عشان اشيل البصل اللي اتحمر، هاخد ال3/4 واسيب ربع البصل نكمل بيه نسوي بيه الفراخ. الفراخ والرز مع البصل المحمر ده راح في حتة تانية خالص. بصوا، اولا اقسم بالله العلي العظيم، انا قلت ولادي مش هياكلوا الاكلة دي وهيتحرق دمي ويطلبوا اكل من بره. والله العظيم اول واحد ادلى برأيه
كنت انا وخالد، لان احنا اتغدينا انا وخالد مع بعض. يعني تحسوا كده ان البيت ده انا وخالد في عيشه والباقي في عيشه تانية. واعملي حسابك لما يكون معاكي ولاد ويكبروا هتبقي كده. اخدت ربع نص البصل او تلات ارباع البصل وسبت ربع، عايز تاخدي نص وتسيبي نص ومفيش مشكله. ونزلت بالكام طماطميه المبشورين، ونزلت بالفراخ بالتتبيله. اوعي تستغني عن التتبيله، عارفين التتبيله اللي احنا عاملينها بالزبادي دي، حطيها في قلب الحله. هنسيب بقى الفراخ دي تغلي شويه لحد ما تستوي، مثلا تاخد لها بتاع 10 15 دقيقه على النار. اول ما تغلي هتوطي عليها النار، وقرنين فلفل حراقين قوي، عايزينهم سبايسي سبايسي. ما عندكيش فلفل حراق حطي شطه حمراء مع الخلطه اصلا بتاعه الفراخ. تمام. حطيت بقى بق ميه عشان زي ما انتم شايفين كان في توابل في الطبق البلاستيك بتاعي. خلاص كده انا هنسى بقى البصل اللي معايا ده دلوقتي خالص، والفراخ هقلبها كويس واسيبها تغلي وهغطيها. هنا طبعا انا لقيت الكبدتين اتفضوا معايا، وانا مش عايزه اعمل الكبده فيها لانها هتتهري، انا هحط الكبده تتشوي مع الفراخ. بصوا البصل مقرمش وتحفه زي بصل الكشري بالظبط. هشغل بقى العين اللي ورا لان الفراخ عايزه نار هاديه عشان ما يعني الميه اللي فيها ما تنشفش وتتهري مني بسرعه. لا انا عايزاها تستوي، وفي نفس الوقت بعد ما تستوي يبقى لسه فيها شوربه او ميه من اللي فيها دي هتكمل معايا بقيه الحله يعني. جبت بقى حله تانية حطيتها على النار، وهحط فيها حوالي لترين ميه، لترين يعني ازازتين كبار كده ميه، املي تلات ارباع الحله دي ميه. المهم يعني اتغدينا انا وخالد. ايه خالد رايك؟ قال لي ماما تحفه، ماما شكلها يقول ان ايه ده، لكن طعمها بيقول ايه ده وايه ده وايه ده، يعني تحفه. جه بعد كده كريم اتغدى. هو انتوا ليه بتتغدوش مع بعض؟ عشان مواعيدنا كلها ملخبطه، وانا كنت جعانه جدا، وخالد كمان كان قاعد بيذاكر وكان جعان، فاكلنا انا وخالد لوحدنا. المهم حطيت بقى في الميه دي قرفه وقرنفل وحبهان، وهسيب الميه تغلي. على بال ما الميه تغلي بنفس المبشره الخشنه هبشر الخيار معايا، يعني معايا 3 خيارات او خياره واحده وبس كده. خلاص احنا كده مش عايزين قطعه الخضار دي تاني. اشيلها بقى ونرجع للصوص اللي بيتعمل مع البرياني، وهو بالخيار. وممكن تشيلي الخيار وتعمليه من غير خيار، زبادي بنعناع وكزبره. عارفين انتوا الصوص ده تحفه. انا غاسله هنا نعناع وكزبره خضراء، اخدت ورق النعناع بس ورقات النعناع، ايوه النعناع يا سلام علي، وعملت منه كوبايه شاي برضو. واخدت هنا حبه من الكزبره الخضراء، نزلت بكوبايتين من الزبادي، وطبعا هيبقى في عصرة ليمونة، حبة زيت، مش عارفة ايه، تقدري تعملي كده بس من غير الخيار. انا حطيت ضفت عليه خيار عشان تبقى زي سلطة الخيار بالزبادي، هترطب وهتخلي الطعم في حتة تانية خالص، والبرياني بيحب الصوص ده قوي. خدت بقى الصوص اللي احنا ضربناه بالنعناع يا جماعة، لا النعناع ودى الزبادي والخيار في حتة بعيدة قوي 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 يعني. عصرة ليمونة بقى، وطبعا تدوقي هنا تشوفي هتتقبلي طعمه من غير ملح وبهارات ولا لا. انا حسيت ان ولادي هيبقوا مموعين منه كده ومش هيرضوا ياكلوه، فرحت مديها سنة بهارات وسنة ملح مش كتير، بس عملت معادلة عشان اظبط الزبادي والخيار، الاتنين دلعين قوي على فكرة، فكانوا محتاجين ظبطة. تمام. انا هنا بقى اخدت الكبدة علشان احطها تتشوي كمان، لان الكبدة في الفراخ هتتهري. وادي الفراخ هنا كانت اخدت نص الوقت، فروحت النص التاني هقلب الفرخة على وشها عشان من تحت تستوي ومن فوق تستوي، ومن تحت تتحمر ومن فوق تتحمر. الاير فراير دي جبارة جبارة، دي تقريبا تاني او تالت حاجة اعملها فيها. يعني عملت فيها كذا حاجة على فكرة، وسويت فيها رز عشان يعني ابقى اقول لكم ونسيت اصور، بس هبقى اسويه لكم تاني فيها. هنا بقى المية غليت، كنت انا والفراخ بتاعتي اديتها تقليبه زي ما انتم شايفين لسه فيها ميه، حطيت عليها النار بقى وهغطيها واسيبها ايه تاخد وتدي بشكل ودي كمان 10 دقايق. ال10 دقايق دول هكون انا غسلت فيهم الرز ونقعته فيهم، رز بسمتي تغسليه وتنقعيه لمده 10 دقايق. على بال ما الميه بتاعتك تغلي اللي انت حطيتي فيها البهارات الناشفه او الصحيحه او السليمه، تكوني غسلتي الرز ونقعتيه. انا حاطه بهارات ايه، حاطه حبهان وقرنفل وقرفه، وهروح نازله بالرز. الرز ده في ميه كتير، يعني لو الرز هياخد رتل ميه حطي 2 لتر، وسيبيه يغلي لمده 10 دقايق، من 10 ل15 دقيقه. حلو كده. احنا مش عايزين نسوي الرز، احنا مش عايزين نسويه سوا كامل، احنا عايزينه سوا ناقص شويه. بصوا بقى الجمال.
انا هنا حسيت ان هو ني قوي، محتاج كمان دقيقتين 3 على بال بقى ما ياخد دقيقتين 3. مش هغطيه. اول ما خلاص الرز وصل للدرجه اللي انا عايزاها، ان هو الرز بدات تقطم بس لسه نيه شويه، هيروح شايلاه واروح جايبه بقى الفراخ بتاعتي الجميله اللي انتوا شايفينها دي. الله الله بجد. واروح موطيه بقى النار خالص، وابدا اصفي الرز وانزل بيه على الفراخ من غير ما تقلبي. بصي كأنك بترصي فتة طبقة فوق طبقة، ما تقلبيش خالص. طبعا انا كترت كميه الرز، احنا دلوقتي في البيت لوحدنا، ما عندناش اي ضيوف وما عندناش اي حد، فكترت كميه الرز زي ما قلت لكم عشان بكره رايحه مشوار مع اصحابي، فممكن اطلع لهم طبق كبده يعملوه جنب الرز اللي هيفيض، وخلاص على كده حلو قوي. لو فاض فراخ بالهنا والشفا مش هطلع كبده، يعني لو فاض فراخ بالف هنا وشفا ليهم مش هطلع كبده، هسيبهم يسخنوا طبق كل واحد طبق كده زي ما انا عاملاه لهم النهارده وياكلوه. خلاص كده انا خلصت. عندك بقى بودرة الزعفران او صفار الزعفران، او في عطارين هيقولولك عليه صفار الشمس، هاتي منه وحطي كده، دوبيه في ربع كوبايه ميه. انا ما دوبتوش في ميه، انا حطيته مباشر كده. ورحت حاطه البصل المتحمر، وهنغطي عليه ونسيبها 15 دقيقه على نار واطيه. هنا بقى كانت الفرخه خلصت ال 45 دقيقه. بصوا لون الفرخه، شايفين جمالها؟ جباره. بس انا بيني وبينكم حسيت ان هي لسه نيه شويه. الفرخه في الاير فراير بتاخد ساعه بالظبط، اظبطي على ساعة ايدك ساعة بالظبط وطلعي الفرخة وكوني ضامنة ان هي استوت. انا هنا رجعتها تاني وهظبط كمان ربع ساعة، لان 45 دقيقة كانت محتاجة ربع ساعة، وكان في 3 دقايق قدام، يبقى 18 كده اخدت معايا الساعة بالظبط على درجة حرارة 180. هنا بقى كان الرز بتاعي استوى. كان عايزه اقول لكم، عارفين الرز اللي انا كنت عاملاه مع البيكاتا من كام يوم؟ كان فاضل عندي طبق صغير خالص كده، حطيته على وش الرز سخن معاه، وهو نفس الرز ونفس النوع وكل حاجه. واللهم صل على سيدنا محمد، الريحه جباره، البصل مع صفارس. بصوا الرز، بصوا بقى مفلفل وحلو ازاي. لا، لازم ندوق مع بعض، ولازم نقلب الحله دي مع بعض، وكل حاجه لازم تقولوا لي رايكم. وعايزيني اكمل في سلسله فيديوهات من خارج مصر، قولوا لي متقبلين، عايزيني ارجع للشرق تاني متقبلين، انا معاكم على كل الاوضاع، المهم ان احنا نكون مبسوطين مع بعض. هنا الفرخه خلاص، خلاص لونها، بصوا لونها بيرقص كده من الفرحة. دي حاجة. تاني حاجة بقى التتبيلة بتاعتها، اقسم بالله كأنك جايبة فرخة من عند اي، مش هننطق اسامي محلات، بس احنا عارفين ان في بهارات معينة للمحلات السوري بيحطوها للفراخ المشوية بتاعتهم، هي كأنك جايباها منهم بالظبط، بنفس البهارات اللي انا عاملاها للبرياني. خلاص خلصنا. قلت بقى اغرف الاكل معاكم واوريكم طريقه التقديم اللي هقدمه بيها، وبعد كده هاكل انا وخالد واغطي لهم على الصينيه دي بورق فويل لحد لما يجوا يبقوا ياكلوا من بره. الكبير وشي مجهد، انا امبارح كنت تعبانه جدا، واليوم بالنسبه لي كان طويل وما نمتش كفايتي النهارده، بس انا قايمه فرحانه ان كل حاجه انا عامله حسابها والبيت نضيف. وكنت عايزه اقعد مع نفسي شويه قبل ما النور يقطع، يعني اقعد على التليفون، اكلم حد بحبه، اي حاجه يعني. الله، خالد بيقولي الحقي الحله وقعت على التليفون. بس كده في كام حته لحمه كده لازقين، فرق فراخ. عايزين بقى برياني اللحمه قولوا لي، علشان العيد الكبير ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين، نعمله برضو. الله على الرز، الله. الرز بقى فيه ابيض وفيه اصفر، وفيه واخد لون الخلطه، اللون البني بتاع الخلطه، وفي مطبع من البصل واخد اللون الغامق، فالرز مفيش رزايه فيه لون التانية. ده اول حاجة. تاني حاجة بقى، اخواتنا صحاب البلد اللي بتاعت البرياني او اصل البلد يقولوا لي عملته صح ولا غلط. وادي الفرخة اللي احنا شويناها، بصوا بصوا نوسع عليها بس كده، بس كده، صينية تستاهل. اه والله، فرختين وكيلو الا ربع رز هتعيشي انتي وولادك يومين اتنين، يومين اتنين. وادي الزبادي اللي احنا عملناه بالنعناع، خالد قال لي يا ماما طعم النعناع باين فيه بس حلو قوي. كل واحد عمل له طبق كده. وميزه الاكل بقى دي ايه؟ لو كلكم موجودين هتحطي الصينيه دي، مش كلكم موجودين هتعملي كل واحد طبق كده حلو كده لذيذ. حلوه، حلوه وشغاله. اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله، يا رب يكون الفيديو عجبكم. الاكله دي بتتاكل بالايد، ويلا استودعكم الله، احلى واجمل متابعين.